شاء الله هاي رؤية خير بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ازيك يا سيدنا الشيخ؟ أهلا وسهلا. من معي؟ أنا ليلى من مصر. ليلى من مصر. تكلمينا من مصر؟ لا أنا في الإمارات هنا في العين. أهلا وسهلا. تفضل يا أختي ليلى. معلش كنت عايزة حضرتك تفسر لي حلم، بس بشوفه كتير قوي في المنام وبيضايقني وبيخوفني اللي أنا بشوفه ده بيخليني أترعب قوي لو سمحت. خيرا تتلقاه وشرا تتوفاه وخير لنا إن شاء الله يا أخت ليلى. تفضلي. وشرا لأعدائنا. تفضلي. معلش أنا بحلم كتير إن فيه شعر أو كتلة شعر كده بتكون في بقي أو على لساني، وفيه خيط شعر ودبابيس فيها، وبحاول ان اطلعها من بقي او ان انا اقصها لكن ما بقدرش، وفيه زي دبابيس كده بتفضل تنخز في جسمي او في عينيا او بطني وظهري وكتير قوي بشوفها في بقي. هذا دائما أخت ليلى يتكرر عليك الشيء هذا يعني باستمرار؟ هل تحسي بتنميل في القدم في جسمك تنميل، او تشوفي شخص في شيء في منامك طيف او حد يكون قريب منك في المنام اثناء النوم؟ لما باجي انام كده او اكون في الفرشه بحس ان انا في تنميل كده في جسمي وفي رجليا وساعات بحس ان فيه حد كده شخص يعني بيكلمني زي ما يكون خيال كده او طيف، مش بقدر ان انا يعني احدد وشه، راسه مش واضحه او معامله مش بفتكرها او مش واضحه، بس انا عارفه ان ده شخص. وساعات بشوف ان في عينين حمراء كده وبيفضل يطلب مني حاجات غريبه كده، يعني يعني ان انا ادخل حمام مثلا ومعايا المصحف، او ان انا مثلا اصلي مثلا وانا مش طاهره، او ولو انا رفضت ان انا اسمع اي حاجه هو بيقولها لي، ساعات لما اجي انام تتكرر لي برضه نفس الاحلام دي. سبحان الله. عفوا يا اخت ليلى. اخت ليلى، يعني تشوفي اللي في المنام يطلب منك المصحف تاخذيه على الحمام او قراءة المصحف في الحمام؟ ايوه، يقول لي خدي المصحف معاكي واقري في القرآن وانت في الحمام. زين اخت ليلى، في مجال بعد المكالمة بعد انتهاء البرنامج تتصلين لو سمحتي؟ لا والنبي عشان خاطري بجد انا خايفه والله العظيم قوي، وبعدين بقعد احاول ان انا اكلمك كذا مره، وبعدين مش عارفه ايه اللي بيخليني ان انا انسى اتصل بيك، وخايفه ان انا ما اعرفش اتصل بيك تاني. يعني معلش خليني اكلمك معلش والنبي عشان انا محتاجه فعلا ان انت تساعدني. ما مش يعني لو تتصلين افضل، ان حتى اني اتكلم معاكي افضل يعني. لا معلش والله انا خايفه جدا، معلش انا ما صدقت ان انا كلمت حضرتك، انا مش يعني انا خايفه ان انا حتى انا مش عارفه انام، انا بخاف يعني ان انت انا زين اخت ليلى، هل تشعرين بالنسيان هالايام يعني في الفتره هذه؟ في نسيان او خربطه في قراءه القران؟ تنسي قراءه القران او شيء مثل هذا؟ لو قرات القران تنسيه؟ مش عارفه انا يعني انا دايما بحس ان انا بصلي وبقرا قران وكل حاجه، بس بحس ان انا بخربط وانا بقرا في القران، وبعدين صاحبتي اللي ساكنه معايا بتقول لي ان انا ما بكملش الصلاه وبقطعها، مع ان انا بحس ان انا مش بقطعها يعني مش عارفه، انا بحس ان انا بصلي كويس، ما اعرفش هي بتقول لي. بس هدي يا اخت ليلى. زين تقدري تقراي سوره الفاتحه؟ سوره الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفتحة. بسم الله. شوف، طب انا شعري اسود طويل وعينيا لونها اسود. ليلى اقرأي سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب أنعم مالك يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الذي لا يضر. مهما عملت انا مش هطلع منها، واعمل اللي انت تقدر عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش هطلع منها ومش لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر. مهما عملت يا ويلك يا ويلك يا ويلك مني لو قريت تاني قرآن. خسئت تطلع منها مذموما مدحورا بإذن الله. سبحان الله سبحان الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو العزيز العليم. قد يعني سمعت أخواني أخواتي المشاهدين هذه المكالمة قد يكون فيها يعني شيء من التأثر فعلا. هذه يعني قراءة القرآن دائما تؤثر في كل من شخص فيه مس أو شخص فيه ضرر من المس. سبحان الله، بمجرد قراءة القرآن سبحان الله هذا المس ينتفض أو يخاف أو يشعر بالألم أو يشعر بالوجع. قد تكون القراءة عليه قوية. فدائما اخواني حصنوا انفسكم، حصنوا اولادكم، حصنوا بيوتكم، حصنوا اجسادكم بقراءة القرآن والاستغفار والاذكار. حصنوا انفسكم بكثرة قراءة القرآن الكريم او حفظه حتى ان شاء الله لا يصيبكم هذا الضرر. كما سمعتم الاخت الان ان شاء الله نحن يعني ما بنقصر معها، يعني قناة راس الخيمة او بشخصي انا يعني ما راح اقصر معها ان شاء الله، بحاول اتصل فيها. موجود المخرج يقول ان الرقم موجود عندها. اظن ان اللي سمعتوه الان يعني شيء يعني فعلا يرثى له، يعني شيء هي حالة من حالات الله اعلم يعني شو هي. ما اقدر اتكلم الحين اقول شيء هي، خلني اتاكد بس. اللي سمعناه فعلا شيء مؤثر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بس نرجع للرسائل النصية.